هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 25 من ديسمبر. وبمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد تتقدم إذاعة أرينا الدولية من باريس بأطيب التهاني للمحتفلين بهذه المناسبة، متمنية لهم أعيادا طيبة مباركة. نستهل برنامجنا معكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام أولا بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. نخصص حلقة اليوم لتناول أبعاد الصراع في الحدود بين السودان وإثيوبيا ودلالاته ومآلاته المستقبلية. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. وسائل إعلام سودانية تؤكد تجدد القتال في الحدود مع إثيوبيا. وحدات من الجيش الإريتري تتحكم في نقاط التفتيش في منطقة الشرق. وترحيب سوداني واسع بإعادة الحصانة للبلاد. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. على موقع السودان تريبيون في خبر نشره صباح أول من أمس بأن الجيش السوداني تعرض لهجوم جديد من ميليشيات وقوات إثيوبية قرب الشريط الحدودي الشرقي، في وقت أنهت لجنة ترسيم الحدود بين البلدين أعمالها في الخرطوم دون نتائج ملموسة. وافادت المصادر أن معسكرا للجيش السوداني في جبل أبو طيور تعرض لقصف مدفعي ثقيل ومنظم من الميليشيات الإثيوبية المسلحة والقوات الأخرى التي كانت ترابط في منطقة عبد الرافع الحدودية المتاخمة. وقالت أن القوات السودانية ردت على هذه الهجمات وصدتها، كما أشارت المصادر إلى أن اشتباكا ثانيا وقع شرق منطقة وتكولي أثناء قيام القوات السودانية بعملية تمشيط في المنطقة، حيث اشتبكت مع قوات استطلاع إثيوبية متحركة. إلى ذلك أكد قائد الفرقة الثانية مشاب القذارف اللواء ركن الطيب جعفر حرص القوات المسلحة على تأمين الحدود الشرقية واستعادة كل شبر من الأراضي المحتلة في حدود القذارف. وفي الخرطوم أنهت اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا أعمالها بالاتفاق على رفع تقارير لقيادة البلدين على أن يعقد الاجتماع المقبل في أديس أبابا في وقت يحدد لاحقا. للمزيد حول هذا الموضوع مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث، والتي نخصصها كاملة لتناول التوتر الحدودي بين البلدين، أبعاده ومآلاته. أكدت مصادر موثوقة لإذاعة أرينا بأن وحدات من الجيش الإريتري تقوم بإدارة نقاط تفتيش داخل وفي أطراف مدينة الشرق في إقليم تيغراي، والتي تسيطر عليها وحدات من الجيش الإثيوبي. وأكد شهود عيان بأن هذه الوحدات تمارس التفتيش في هذه النقاط بشكل طبيعي وبموافقة الجيش الإثيوبي. من ناحية أخرى أفادت نفس المصادر بأن السكان المحليين اشتكوا من عمليات نهب موسعة قام بها الجيش الإريتري في المدينة ذاتها. الجدير بالذكر بأن مشاركة الجيش الإريتري في الحرب الأخيرة في إقليم تيغراي أكدتها مصادر متعددة. رحب السودان بإجازة الكونغرس الأمريكي للتشريع الخاص بإعادة الحصانة السيادية للبلاد، والذي يعيد عمليا الحصانة السيادية للسودان ويجنبه أي محاكمات مستقبلية ذات صلة بالفترة التي كان مدرجا خلالها في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان أصدرته أن إجازة القانون تأتي في إطار اعتماد اتفاقية التسوية الموقعة بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة، التي تم بموجبها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشار البيان إلى أن التشريع استثنى القضايا الخاصة بأحداث 11 من سبتمبر، والتي يمكن للولايات المتحدة مغاضاة أي دولة بشأنها بموجب القانون الأمريكي المسمى بالعدالة ضد الإرهاب والمعروف باسم جاستا.
وأكد السودان أن هذه الخطوة أتت ثمرة جهود مضنية ومتصلة عكفت عليها مؤسسات الدولة في تناغم عظيم وفقا لتوجيهات القيادة التنفيذية العليا، وتعد إضافة كبيرة أخرى في طريق إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي واحتلاله لمكانه الطبيعي بين الأمم المتحضرة، ترجمة لشعارات شهر ديسمبر المجيدة وتأكيدا لأهدافها السامية كما قال البيان. هذه إذاعة إرنا. كانت مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وسائل إعلام سودانية تؤكد تجدد القتال في الحدود مع إثيوبيا. وحدات من الجيش الإريتري تتحكم في نقاط التفتيش في منطقة الشارع. ترحيب سوداني واسع بإعادة الحصانة الدبلوماسية للبلاد. استمعتم فيما مضى من وقت مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. في حلقة اليوم نتناول التوتر في الحدود بين السودان وإثيوبيا، خاصة بعد تأكيد مصادر سودانية متعددة لاستعادة السودان لمناطق الفشقة في شرقي القضارف، والمفاوضات التي شهدتها الخرطوم يوم الثلاثاء الماضي بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع مع اندلاع وتجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والميليشيات في نفس المنطقة. متابعة طيبة أرجوها لكم. هذه إذاعة إرنا. في البداية وقبل تعليقنا على الحدث نقدم لكم تقريرا لموقع السودان تريبيون حول المفاوضات بين الجانبين الإثيوبي والسوداني وخلفياتها، مع الإشارة والتذكير بأن نفس الموقع نشر خبرا وصور لقوات سودانية قال أنها مشطت ونظفت منطقة الفشقة من وجود الميليشيات المسلحة الإثيوبية، خاصة في منطقة جبال الطيور وسلام بر، حيث عرض صور لضباط وجنود سودانيين في مباني مهجورة حديثا. وقال الموقع أنها معسكرات لميليشيات إثيوبية في منطقة سلام بر. وقال الموقع بأن الصدامات التي حدثت في المنطقة حدثت بين الجيش السوداني وقوات إثيوبية رسمية. وإلى تقرير الموقع حول مفاوضات يوم الثلاثاء الماضي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بدأت في الخرطوم يوم الثلاثاء مباحثات سودانية إثيوبية لمناقشات ترسيم الحدود بين البلدين، والتي تشهد توترا عسكريا منذ عدة أيام فاقمتها اشتباكات بين ميليشيات مدعومة من القوات الإثيوبية والجيش السوداني. وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي وزير الخارجية ديمتري موكونن الذي قاد وفد بلاده لهذه المحادثات خلال الجلسة الافتتاحية أن عمليات الجيش السوداني لاسترداد مساحات يضع جيش وميليشيات أديس أبابا يدهم عليها أوقعت جرحى وقتلى وسط المدنيين. وبدأ الجيش السوداني منذ 9 نوفمبر الفائت في استعادة مناطق كانت تحت سيطرة جيش وميليشيات إثيوبية على مدى 26 عاما الماضية في مناطق الفشقة التابعة لولاية القضارف، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين. ويواصل الموقع قائلا: وترأس وزير الشؤون مجلس الوزراء السوداني عمر مانيس وفد بلاده في المباحثات، فيما ترأس الجانب الإثيوبي نائب رئيس وزرائها ووزير الخارجية ديمتري موكونن. وقال موكونن في كلمته أمام اللجنة المشتركة لترسيم الحدود: ابتداء من 9 نوفمبر الماضي نلاحظ هجمات منظمة للقوات المسلحة السودانية باستخدام الرشاشات الثقيلة والقافلات المدرعة. وأضاف قائلا: يتم نهب المنتجات الزراعية للمزارعين الإثيوبيين وتخريب مخيماتهم، ويعرقلون أيضا من حصاد مزارعهم الخاصة. وقتل في هذه العمليات وجرح عددا من المدنيين. ويشير موقع السودان تريبيون إلى أن مئات المزارعين الإثيوبيين اعتادوا لسنوات طويلة الزراعة داخل الأراضي السودانية في محلية الفشقة، وأن الجيش السوداني عمل على استعادة هذه المساحات لصالح مواطنيه.
وأشار نائب رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن حكومته تشعر بقلق شديد من هذا التطور الأخير في المناطق الحدودية، لأنها تهدد الاتفاقيات التي وصلنا إليها للحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة الواقعة شمال جبل دغيش. وكذا أيضا على أن موقف إثيوبيا هو إعادة تفعيل الآليات القائمة وإيجاد حل ودي للمستوطنات والزراعة، وهما السبيل الوحيد لتقديم حل دائم للمسائل في حدودنا المشتركة. واستمرت الميليشيات الإثيوبية المسنودة من جيش بلادها باحتلال مساحات زراعية واسعة تصل إلى ملايين الأفدنة، وقامت فيها مستوطنات سكنية مستغلة انسحاب الجيش السوداني من المناطق الحدودية قبل 26 عاما. ويشكو المزارعون السودانيون في الشريط الحدودي بين البلدين خلال السنوات الفائتة من تزايد نشاط الميليشيات الإثيوبية، حيث تعمل على نهب المحاصيل الزراعية بقوة السلاح، كما أوقعت بينهم قتلى عديدين. وقال الجيش السوداني الأسبوع الماضي أن قوات وميليشيات إثيوبية نصبت كمينا لقوات كانت تمشط جبل أبو طيور، أوقعت قتلى بينهم قائد عسكري، الأمر الذي دفعها لإرسال تعزيزات عسكرية لاسترداد بقية المساحات المحتلة. هذه إذاعة إرنا. ويواصل أيضا الموقع تقريره تحت عنوان جانبي وهو ترسيم الحدود بالقول. اجتمع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بالوفد الإثيوبي الذي يناقش ترسيم الحدود، حيث كان من المنتظر أن تنهي اللجنة المشتركة اجتماعاتها يوم الأربعاء. وأكد حمدوك لنائب رئيس الوزراء الإثيوبي بحسب بيان من مجلس الوزراء ضرورة خوض حوار شفاف بين قيادات البلدين العسكرية والسياسية لإنهاء مسألة ترسيم الحدود. وقال عمر مانيس خلال الجلسة الافتتاحية أن الإرادة السياسية القوية التي يتمتع بها الطرفان لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين وامتلاكهما لصورة واضحة ومعرفة متراكمة بالموضوع وثقة متبادلة. وقال المسؤول السوداني أن اللجنة ستتناقش حول تحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود بين البلدين، والذي سيسهم في تأسيس لبنة جديدة في خارطة العلاقات بين البلدين وحسم المسائل العالقة بين الطرفين فيما يتعلق بمسائل الحدود. إلى ذلك أكد والي ولاية القضارف الدكتور علي سليمان وقوف الولاية إلى جانب القوات المسلحة. جاء ذلك خلال زيارة برفقة قائد الفرقة الثانية منشاة اللواء الطيب جعفر الجزولي وعدد من المسؤولين بالولاية، تفقد خلاله أحوال جرحى ومصابي العمليات في شريط الحدودي بمستشفى الجيش، مشيدا بتضحيات أفراد القوات المسلحة وبذلهم الأرواح من أجل الوطن، معربا عن أمله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، حسب ما أكدت ذلك وكالة السودان للأنباء في خبرها عن الزيارة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تأتي الصدامات في منطقة الفشقة مباشرة بعد انتهاء العمليات العسكرية للجيش الإثيوبي في تيغراي، والتي قال عنها رئيس الوزراء الإثيوبي أنها كانت ناجحة وعادت السلام إلى الإقليم على حد قوله بعد انتزاع الإقليم من إدارة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ويشير مراقبون بأن الجيش السوداني استغل انشغال إثيوبيا في الحرب في تيغراي وقام بحملة تمشيط واسعة في الفشقة التي هي ليست محل نزاع قانوني بين البلدين، لأن الحدود بين السودان وإثيوبيا محددة حسب اتفاق بموجب اتفاق وقع بين إمبراطور إثيوبيا مينيليك وبريطانيا التي كانت تحكم السودان في عام 1902. رغم ذلك ظلت المنطقة محل نزاع مستمر بين مزارعين سودانيين وآخرين إثيوبيين استوطنوا أجزاء واسعة من المنطقة بالغة الخصوبة، والتي تبلغ مساحتها 600 ألف كيلومتر مربع وتقع شرق ولاية القضارف. ويشير البعض بأن المزارعين الإثيوبيين استوطنوا المنطقة ودعموا وجودهم بتغطية عسكرية من الجيش الإثيوبي، خاصة خلال حكم رئيس الوزراء السابق ميلا الزيناوي، وأن الحكومة تحت قيادة عمر البشير أرادت تجاهل الموضوع لأن إثيوبيا كانت تضغط عليها باتهامها لها بمحاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في أديس أبابا. وكان المزارعون السودانيون وحسب رصد إعلامي يتعرضون للقتل والنهب، خاصة أثناء قرارات تقوم بها ميليشيات تابعة للأمهرة والويلغايت تسمى بميليشيات الشفتة.
أما في الجزء الشرقي من الفشقة والتي تحدد إقليم تيغراي، فأغلب المزارعين الذين استقروا بها هم من الإقليم، وأطال بهم المدى لدرجة أنهم أصبحوا يعتبرون أنهم مالكون للمنطقة. وقال موقع السودان تريبيون بأن الجيش السوداني طرد المزارعين الإثيوبيين الذين استقروا في المنطقة منذ ربع قرن تقريبا. هذه إذاعة إرنا. لفت التوتر نظر وسائل الإعلام بعد الزيارة الخاطفة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لإثيوبيا. وبعد الزيارة قال رئيس الوزراء السوداني بأن ميليشيات إثيوبية نصبت كمينا لوحدة عسكرية سودانية أثناء عودتها من دورية في منطقة جبل الطيور، وأدى الكمين لمقتل جنود وجرح آخرين، وأكد بأن الكمين وقع داخل الأراضي السودانية. القائد العام لهيئة الأركان في الجيش السوداني أكد الوقائع بالنص، وهي التي اعتمد عليها رئيس الوزراء في روايته. الرد الرسمي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية قال فيه بأن وحدات من الجيش الإثيوبي تعرضت لهجوم من ضباط صغار مصحوبين بمزارعين في الحدود بين البلدين، بينما قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بأن العلاقات بين البلدين تاريخية ولن يفسد هذا الأمر الطارئ، وأننا قادرون على حل خلافاتنا مع السودان بالحوار. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. يلاحظ التباين بين الرواية السودانية والإثيوبية، فبينما كانت الرواية السودانية تؤكد بأن الكمين وقع داخل الأراضي السودانية، أشار المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي بأن الحادث وقع على الحدود. بعد الحادث قام رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بزيارة مفاجئة إلى ولاية القضارف، وكان في الزيارة رسالة واضحة، حيث استعرض وحدات عسكرية للجيش في المنطقة، وأكد بأن القوات المسلحة السودانية على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن. هذه إذاعة إرنا. بالنسبة لرئيس الوزراء الإثيوبي فإن الرد الهادئ مبرر، لأنه لا يريد أن يفتح جبهة جديدة مع السودان، خاصة وأن الحرب في تيغراي لم تنتهي بالكامل، ولا زالت مطاردة قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مستمرة، والمخاوف من اندلاع حرب عصابات في الإقليم لا زالت واردة. بالنسبة للخرطوم يشير مراقبون بأن الشق العسكري في مجلس السيادة السوداني يريد أن يحرز نقاط في الصراع مع المدنيين، وذلك بمحاولة الادعاء بأن الجيش يخوض حربا وطنية لتحرير التراب، وأن الانتصار فيها مكسب حققته قوات الشعب المسلحة، وهم يعلمون بأن إثيوبيا لديها ما يشغلها عن فتح جبهة جديدة. ولكن ما يزيد من تعقيد هذا الوضع وتحوله إلى حرب بالوكالة بين البلدين هو وجود الوطنيين الأمهار، وهم الحلفاء الرئيسيون لرئيس الوزراء أبي أحمد، ولن يرضوا بطرد إخوانهم من الأراضي التي كانوا يحتلونها لفترة طويلة، ومن المحتمل أن يضغطوا على رئيس الوزراء الإثيوبي للدخول في مواجهة تضمن لهم حفظ ماء الوجه أمام مطالب المزارعين الأمهار. وهذا يضع رئيس الوزراء الشاب في موقف حرج، وإن كان إصراره على السلام والحوار مبدأ مهم بالنسبة له، خاصة في الظرف غير الواضح للمعالم في شمال بلاده، ولكن تبقى الاحتمالات مفتوحة، وأن منطقة القرن الأفريقي منطقة لا ترتاح من حمل السلاح والحروب، وأن الأسباب الداعية للحروب متوفرة داخل البلدان وداخل حدودها المشتركة كذلك. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناها لتناول آخر التطورات في النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا. وقبل الختام أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وسائل إعلام سودانية تؤكد تجدد القتال في الحدود مع إثيوبيا. قال موقع السودان تريبيون في خبر نشره صباح أول من أمس بأن الجيش السوداني تعرض لهجوم جديد من ميليشيات وقوات إثيوبية قرب الشريط الحدودي، في وقت أنهت لجنة ترسيم الحدود بين البلدين أعمالها في الخرطوم دون التوصل إلى نتائج ملموسة. وحدات من الجيش الإريتري تتحكم في نقاط التفتيش في مدينة الشيري وضواحيها.
أكدت مصادر موثوقة لإذاعة إرينا بأن وحدات من الجيش الإريتري تقوم بإدارة نقاط تفتيش داخل وفي أطراف مدينة الشريف في تيغراي، والتي تسيطر عليها وحدات من الجيش الإثيوبي. وأكد شهود عيان بأن هذه الوحدات تمارس التفتيش في هذه النقاط بشكل طبيعي وبموافقة الجيش الإثيوبي. ترحيب سوداني واسع بإعادة الحصانة للبلاد. رحب السودان بإجازة الكونغرس الأمريكي التشريع الخاص بإعادة الحصانة السيادية للسودان، وذلك يعيد عمليا الحصانة السيادية للسودان ويجنبه أي محاكمة مستقبلية ذات صلة بالفترة التي كان مدرجا خلالها في قائمة الدول الراعية للإرهاب. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. تقبلوا تحياتي محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحياتي كل زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، وكل عام وأنتم بخير. هذه إذاعة إرينا.